الدول اللي شاركت في القرار حل الأزمة الفلسطينية. دول الثلاث دول في الظاهر كان المفروض من الواجب تكون معاهم تركيا، لكن تركيا خدت الغنيمة بتاعتها في سوريا وخلعت. عشان كده في تشككات مني أنا في النظام الجديد في سوريا، لكن ما اقدرش اتكلم لانها تشككات في الصورة الظاهرية للعلاقة بينه وبين تركيا، وفي تشككات في قرار تركيا في القضية الفلسطينية، لانه قرار ما اتخذش بمشاركة، وربما يكون ده مبني على اتفاقية لتواجدها داخل سوريا. ربنا يوفقك يا تركيا يا أكبر دولة إسلامية. نيجي بقى للنظام المصري. النظام المصري مشرف جدا، السعودية وقطر بصراحة الثلاثة اتحدوا، وكل دولة كانت على قد حجمها برضو، وإن كان في حجم اقتصادي وفي حجم سياسي وحجم يعني ايه وزن للدولة. اللي صدر في المشهد الكبير بصراحة كانت مصر، لكن السعودية طلعت وعن قرارها في عدم التطبيع إلا بعد حل الدولتين والاعتراف بأن القدس عاصمة فلسطين. طبعا تحية للسعودية، قرار قوي جدا ومهم جدا. بتكلم بحب دلوقتي لأن أنا ما عنديش واقع أتكلم عنه، أنا عندي صورة ظاهرية تحت بند التصرف بشرف. في تصرف بشرف وفي تصرف تاني ممكن يبقى معدوم الشرف. ده السيناريو الحالي اللي موجود. التصرف ده تصرف دولة شريفة. طبعا احنا ما عندناش شك ان الجيش بتاعنا ليه ضغوط. كان ترامب بيقول عايز خطة واضحة لحل القضية ديت عشان يوقف الحرب. طبعا راح له ملك الأردن اداله الكرة وقال له شوط. الراجل جه قال لما نشوف مصر. مش معنى كده ان هو ضعيف، لكن هو عارف ان مصر ليها ثقل داخل المنطقة. مصر برضو خدت الكرة وحطتها في وسط الملعب، وقامت واخدة حماس وحطها كحارس مرمى. الحكاية ايه يا مصر؟ الراجل ده بيتلكك النتن وترامب. انتوا كده كده اقوياء وموجودين داخل غزة ومش محتاجين الحكم بتاعها، يعني اتنازلوا عن الحكم. طب المقابل؟ المقابل ان هيتم الاعمار والناس موجودة. طب الناس موجودة بناء على ايه؟ هندخل لهم الاكل والشرب والخيام، هندعمهم من ناحية الاقتصاد، كل المطالب بتاعتهم هتكون موجودة، ومصر اللي هتكون قائمة على هذا الكلام، لأن قالك مصر اللي هتحط الخطة. يعني مصر مسؤولة عن تنفيذ الخطة دي. تبقى الخطة دي لازم تتكمل بشرف، لأنها صورة للدولة المصرية، ما تكونش خطة عكسية. مثلا ممكن أخفي حماس من الموقف وبعد كده أدخل الحاجات دي والشاحنات والحاجات دي والأكل والشرب، دي حاجة استهلاك، يعني الناس هيحتاجوا على المدى، فاستهلاك. وموضوع الحرب ده موضوع طويل لسه يعني، والقرارات يعني ما شاء الله، خاصة إن بعد تسليم الأسرى حماس وافقت خلاص ومصر وافقت وبيعرضوها على ترامب. وكمان أجمل حاجة اللي ساعدتني جدا إن الرئيس المصري أجل السفر بتاعه لأمريكا. أتمنى إن يكون في ثبات، زائد تهديد أمريكا بالمعونة العسكرية خلت مصر تلجأ لدول تانية كانت بتتصارع إن هي تكون قطب موجود داخل المنطقة. الدول دي قادرة، لأن الصين أصلا هي الدولة التانية في العملة بعد أمريكا، والصين دولة صناعية كبيرة بتصدر للعالم كله. فإذا مصر ممكن تتعامل معاها المعاملة بتاعتها تكون مبنية على قروض، يعني إيه؟ يعني هتاخد على المدى يعني أو كده.
طبعا احنا اتكلمنا في الفيديو عن اهم المخاطر اللي ممكن تخلي الدول تكون عايزة تعمل حاجة، لكن بسبب الضغوط عليها تعمل حاجة تانية. وده ظهر في ملف تأييد ترامب للمعونة. ان اول حاجة قال لك هقطع المعونة. هم راحوا فلسطين وتمكنوا منهم، اول حاجة عملوها القطع الاكل والشرب. يبقى اذا نفهم من كده ان السلاح الاهم داخل اي دولة الاقتصاد. النتن بعد القرار بتاع تسليم الأسرى في صورة مهينة ليهم بالزي العسكري الإسرائيلي اللي كانوا بيقتدوه حماس ومطهرينه بالكوفية الفلسطينية، فهو الراجل طلع وقال لك أنا بصراحة كده مش هوقف الحرب. أنا لا مش هوقف الحرب. ما أنت قلت حماس تمشي وهتمشي وهتسيب لك السلطة في إيد واحد معرس زي أبو مازن، فانت عايز ايه تاني؟ بس دخل الاكل والشرب. قال لك لا. ليه؟ لان كده هو هيدعم الاقتصاد. التهجير مش هيجي الا بتجويع الناس دي وبتشغيلهم، لان بالفعل دخلت اسر داخل رفح وبرضه في الاردن. ما تفتكروش يعني ده دخلوا الافات برضه، لكن في ناس لسه مؤمنة بالقضية بتاعتها وموجودة داخل المنطقة، والأغلبية من الأطفال اللي ماتت أهاليهم والكلام ده. فإذا إحنا دلوقتي قدامنا سيناريو تاني، إن كده مصر ملتزمة إن تكون ديت مش خطة على خطة أو فخ داخل فخ. التزمت بكلمة هتنفذها. اللي انا اقصده ان مصر دلوقتي قالت ان الناس دي هتروح لهم الخيام والاكل والشرب لحد عندهم. والنتن قال لا انا مش طالع من سليم ومحور صلاح الدين. فاذا هو موجود. القنابل 3.5 موجوده اللي بعتها طبعا. طيب بعد ما ياخدوا الاتفاقية دي مثلا يعني، والراجل قال لك انا مش همشي، هل احنا هنقدر ندخل مساعدات؟ ليهم؟ مش هنقدر. يبقى لازم الاتفاقية تكمل، لازم الراجل ده ينسحب. اذا ما انسحبش بعد الاتفاقية مع الفلسطينيين عشان يتم عملية بقى الإعمار اللي احنا اتفقنا عليها والكلام ده كله، لا، يبقى مصر لازم تتدخل في الحرب. ناس كتير هيقولوا لك مصر تحارب، ومال؟ الحرب شرف لأي حد. انت كل شوية ترامب يطلع يقول لك انا هضرب لك استاد، انا مش هديك المعونة، انا مش هبعت لك اكل، انا مش هبعت لك شرب. عايز تخليك قاعد لحد ما تبقى مع احترامي لفلسطين والله تبقى زي الدولة دي، تبتدي تستنجد بدول عندها شرف أو عديمة الشرف عشان تساعدك. ربما تظهر في صورة شريفة لكن تكون الخلفية غير كده خالص. إذا نتنياهو ما انسحبش من المحاور اللي هو موجود فيها، استحالة هيقدروا يدخلوا أكل وشرب. يبقى الكلام كله ده كلام فضي مجالس بس، أو عملية يعني إيه سفلتة لإسرائيل. يعني حبيت أتكلم باستفاضة عن وجهة نظري وكل حاجة، وأتمنى إن يكون مصر ثابتة على الموقف بتاعها. وأرجو منكم اللايك على الفيديو لو هو عجبكم إن شاء الله. ويلا بينا بقى نشوف الفيديو مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الناس دلوقتي متطلعة ان هي تعرف المرحلة القادمة ايه ما بعد تسليم الأسرى. كانتش قصة تسليم الأسرى كاملة زي ما كان ترامب عايز، لان كان عايز تحرير الأسرى كلهم، لكن كانت في مطالب تانية موجودة في الباطن كده من إسرائيل ان هي تشيل حماس من الحكم. لكن حماس كانت طبعا رافضة، او الشعب الفلسطيني رافض. ده مصر استضافت حماس. احنا قلنا الفترة اللي فاتت كانت قوات حماس داخل مصر،
وقالت لهم ان هم يوافقوا على الطلب ده ويكونوا موجودين كناس عاديين داخل غزة، يعني مش هيطلعوا منها. ومصر هتناقش خطة إعمار غزة مع وجود الناس داخل غزة، يعني مش هيقولوا لهم اطلعوا وبعد ما نبني ونستف الأمور هنقول لكم تعالوا. خلال الاتفاقية كده موقف كويس جدا مشرف، وأنا بتشرف بالموقف ده، وما بنعمل حاجة كويسة بنقول ده كويس أو ده وحش. لكن احنا كل دولة اما بنتكلم بنقول في حاجة اسمها ضغوط اقتصادية بتمارسها امريكا على الدول العربية. المنح العسكرية اللي هي بتديها للدول دي، اصل المنح دي بتروح في صور برضو اسلحة والكلام ده كله. الاسلحة دي بيبقى ليها قطع غيار داخل امريكا، يعني لو تم التهالك بتاعها داخل مصر او داخل اي دولة بتتعامل مع امريكا، الاسلحة دي هتتوقف على طول. لكن احنا بنتكلم في النظرة العامة دلوقتي ان مصر موقفها مشرف جدا، والسعودية وكل الدول العربية وقطر. لكن يعني احنا عايزين المرحلة توصل للاخر خالص. فعشان كده في الفيديو ده انا هتكلم عن بعض الحاجات المهمة وبعض التوقعات برضو، ورد الفعل هيكون ايه. اولا احنا عارفين ان في دول بتنافس امريكا، وقالوا احنا عايزين العالم كله يبقى فيه اكتر من قطب واحد. يعني انا دلوقتي عندي القطب الاوحد اللي هو القطب الامريكي اللي بيتحكم في الاقتصاد وفي المواني وفي كل حاجة داخل الدول. مازال لحد دلوقتي الأزرار بتاعته وبتغتصب الحدود بتاع الدول التانية، فأصبح مفيش ليه رادع. فدلوقتي الدول التانية لو في قطب تاني وعدة أقطاب، قالوا حوالي 4 أقطاب، يعني روسيا والصين، وممكن تكون كانت إيران ساعتها تقريبا، لأنها كانت في حالة نشوة مع الصين ومع روسيا. لكن الفترة اللي فاتت شفنا إن إيران ضعفت جدا بسبب الأحداث اللي حصلت فيها والاغتيالات اللي حصلت فيها، وعدم قدرتها على اتخاذ رد قوي لردع عمليات اغتيال القادات بتاعتنا. هنيجي بقى نتكلم عن الجزء الأهم، وهي الاتفاقية اللي تمت يوم السبت ونفذتها حماس وسلمت 3 من الأسرى. الشعب الإسرائيلي في حالة ذهول وفي عدة تساؤلات. يعني دلوقتي لما هم يروحوا راكبين السيارة الإسرائيلية ولابسين الزي العسكري بتاع الجنود الإسرائيليين، بس حاطين الكوفية الفلسطينية طبعا على رقبتهم، لأن دي شرف ليهم تمحو عار ارتداء الجندي الإسرائيلي. لكن كان في هدف من إن هم يروحوا لابسين لبس الجنود دولت عشان يقولوا لهم إحنا موجودين، ده إحنا بنقلعكم، خليناكم إيه بلابيس خالص، وخدنا كمان لبسكم. قمة الإهانة للجيش وقمة الإهانة للدولة الإسرائيلية وبالتالي لأمريكا. فده أثار غضب النتن، رغم إن حماس وافقت إن هي تخرج من المشهد السياسي اللي هو الكيان حاكم داخل فلسطين، وقالت هتتخلى عن السلطة ديت مقابل الاتفاقية اللي مصر عرضتها عليها. يعني أتمنى من الله حاجة واحدة بس تكمل على خير. انا عارفة ان مصر يعني العملية اللي حصلت ديت عملية مشرفة جدا، وشرفتنا كده كدولة عربية ومصرية، وخلتنا يعني نقيم راسنا شوية وسط الدول التانية. عايزة مصر تكمل لحد الاخر، ما يكونش دوت جزء من الخطة ان حماس تتخلى او تضعف او تبعد، لان حماس هتتنيها موجودة. وقالت ان اي دولة عربية هتساعد إسرائيل أو أمريكا هتبقى ضد الدولة الفلسطينية، وتعتبر عدو زيها زي إسرائيل أيا كانت الدولة دي أو أيا كان حجمها. طبعا عارفين إن حماس أقوى من الجيش الإسرائيلي نفسه، اللي هو بيتم إعداده بمعدات وقنابل وحاجات مدعوم من الغرب كله ومن أمريكا بالأخص، زائد ان هو عنده المليارات، يعني يقدر يوفر الراحة والاكل والشرب للجنود بتوعه. لكن مع ذلك هو ما عندوش عدد من الجنود كبير، عنده عدد قليل جدا، مش هيقدر يواجه حماس. اذا كان الجيش الاسرائيلي وهو في كامل عافيته وصحته تم القضاء عليه من حماس، قال لك احنا عايزين على الاقل حوالي 60,000 جندي اسرائيلي.
رجعوا وداسوا على دين الحويديين اللي هم المتدينين المتطرفين. دول طبعا ما بيدخلوش التجنيد ولا هم ولا عيالهم. قالوا احنا مش هندخل برضه، وعاملين مظاهرات بتقول لا احنا ممنوعين ان احنا نحارب. ده اخر كلام عندهم. والحكومة الإسرائيلية قطعت المعونة اللي هي بتديها لهم من ميزانية إسرائيل، وقالت ده لازم يدخلوا لأن ده حكم قضائي الجيش. هم عملوا حسبتهم، لقوا إن الجيش 60,000 هيكون التلتين من الحويديين، التلتين يعني حوالي 40,000. فإذا لو دول ما دخلوش هيبقى الجيش بتاعهم حوالي 20,000. طبعا في وضع الظروف الحالية ما يقدروش يعملوا قوة عربية للدفاع المشترك، لأن الدول العربية وإن كان المفهوم السياسي بيختلف عن الواقع أحيانا. يعني أنت ممكن يكون ليك واقع داخل الدولة بتاعتك، واقع قوي جدا إن أنت متضامن مع القضية الفلسطينية على حساب أي حاجة. بتكون الدولة ليها موائمات تانية، بتكون خاضعة لظروف اقتصادية وسياسية بتخليها مرتبطة بالأنظمة الخارجية. يعني الأنظمة الخارجية لما بتيجي تعمل نظام اقتصادي داخل الدولة بتاعتك عن طريق صندوق النقد الدولي، بتعملوا نظام بيحمل أجندة غربية. الأجندة الغربية ديت إن هي بتوضع سياسات اقتصادية داخل الدولة، بتضع الاقتصاد داخل الدولة. السلاح الأول اللي تقدر تحارب بيه أي دولة في الغرب أول حاجة سلاح الاقتصاد، لأن الاقتصاد داخل الدولة هو اللي هيقفل عندك الأحداث الداخلية اللي ممكن تحصل داخل الدولة من شغب والكلام ده كله واعتراضات. لأن الناس حتى في أمريكا كل اللي بيهمها المعيشة اليومية بتاعتها. يعني تقول له البترول هيغلى يتجنن عليك، يتعمل أي حاجة تانية خلاص طالما بعيدة عنه. فأي شعب في الدنيا بيحتاج الاقتصاد بتاعه يكون متوفر داخل الدولة بتاعته. دوت أول حاجة. طيب الدول اللي هي خضعت للأسلحة وخضعت للاقتصاد والاستيراد والتعامل بعملة الدولار، وطبعا لو هي ما معهاش دولار يبقى لا هتاكل ولا هتشرب، لأن المعاملات الخارجية كلها بتتم من خلال الدولار. وده اللي اتناقشنا فيه وقلنا إن هم عايزين يعملوا نظام تاني داخل روسيا والصين، بس برضو هم اختلفوا على نوع العملة يعني إلى حد ما، وقالوا لك إحنا هنعمل حاجة اسمها الإيوان، ودوت هيكون العملة البديلة. وطبعا الدول اللي هتدخل هيكون عندها يعني إيه، عندها زراعة، عندها صناعة، عندها، فتعمل عملية التبادل الاقتصادي بعيدة عن الطلب على الدولار. وده هيقلل انخفاض الدولار وهيضعف الاقتصاد الغربي او الامريكي. طبعا حاجه زي دي بتتحارب من امريكا بشتى الطرق عشان تحافظ على الاقتصاد بتاعها عن طريق الدولار. احنا شفنا في الفتره الاخيره دي بدا الدولار يرتفع نظرا للسياسه الداخليه داخل الدول العربيه كلها، وبالاخص السياسه الداخليه داخل مصر. الدولار بدا يرتفع والذهب، وده ناتج عن السياسه نفسها. ليه انا دلوقتي ما عنديش دولار؟ ما عنديش فائض انتاج للدولة علشان اغطي الاكل والشرب بتاع الناس. عايز قمح، عايز مش عارفة ايه، عايز ايه. فلازم ان انا هستورد، يبقى لازم بالتالي يكون عندي دولار. انا ما عنديش دولار وامريكا مش هتديني دولار. اروح ايه؟ اقول للصندوق طب اديني شوية دولارات، يقوم الصندوق مديني دولارات، تقوم حاطط لي شروط، تقوم الشروط اللي حاططها لي دي تعمل لي عرقله مستقبليه اكتر داخل الدوله. فعشان كده ده خطر السلاح الاقتصادي داخل الدوله. طبعا الفيديو طالع بيتكلم عن الحاله داخل اسرائيل، بس عشان اتكلم عن الحاله داخل اسرائيل لازم اصنف الحاله بتاعتي اللي بتخليني احيانا اكون قويه كدوله، واحيانا اتراجع، واحيانا اكون ضعيفه. اخر مخطط لمصر وصلت له قالت لك ان فلسطين الحل الامثل الناس تتنيها، وندخل لهم الكرفانات، وندخل لهم شاحنات الاكل، وندخل كل حاجه هم محتاجينهم لسبل الحياه اليوميه. اهو يعني اقتصاد
نظبطهم من ناحية الاقتصاد. طالما متظبطين من ناحية الاقتصاد هيتنيهم زي الوتد داخل الدولة بتاعتهم، حتى هم عندهم استعداد يعيشوا في خير، هنديهم الخير. ده حل كويس، لكن هنعمر وهم موجودين. طيب، هل المخطط الأمريكي الإسرائيلي هو نفس الكلام ده؟ ده اللي بيعمل لي نوع من الخوف إلى حد ما يعني، أو اللي بيخليني أتكلم. لا، المخطط الأمريكي مختلف إلى حد ما، لأنه مرتبط بواقع على الأرض وأحداث داخلية داخل الدول، يعني مرتبط بحاجات كتير. هو نظام سياسي منظم جدا، ليه هيئات بتعمل له الفرشة بتاعته داخل الدول المستهدفة في القرارات السياسية، منها زي مصر. لكن هم مش قادرين على السعودية، لأن السعودية دولة رأس مالية دلوقتي وليها اقتصاد داخل دول كتير ومعاها عملة، وتقدر إن هي تدخل مرحلة قوية جدا، لأنها عملت اقتصاد داخل دول سواء هي أو الإمارات. بس إحنا عارفين إن الإمارات سواء اقتصادها قوي أو ضعيف فهي مفلقسة لإسرائيل والأمريكا، فمش هنتكلم عن حاجة. لكن السعودية موقفها قوي، ما نقدرش نقول حاجة. موقفها دلوقتي حاليا قوي جدا، لأن مش مرتبط بالقضية الفلسطينية، هو مرتبط بالحالة الذاتية للدولة نفسها. يعني القرار اللي هيتاخد دلوقتي مرتبط بالحالة الذاتية ليك كحاكم داخل الدولة بتاعتك أو ككيان داخل الدولة. فإحنا القرار اللي اتاخد من الجيش بتاعنا خلانا عندنا ثقة تاني في الجيش بتاعنا إن هو قادر على اتخاذ قرار صح. طيب، هيحل المشاكل ازاي بتاعة المعدات العسكرية مثلا يعني هيحلها ازاي؟ هو دلوقتي عمل علاقات وخرج من الإطار بتاع أمريكا ودخل على الإطار الصيني. بس الإطار الصيني هو عنده مشكلة، هو مش هيديك حاجة ببلاش، هيديك سيرفيس خدمة وهياخد منك ماني. هل الصين هتتعامل مع مصر بالإيوان الصيني مثلا عشان ترفع العملة بتاعتها في الحالة دي؟ ما هي لازم يكون في مقابل يا جماعة. الصين تعتبر تاني دولة بعد أمريكا في العملة بتاعتها على طول. خلافاتها مع روسيا إن هم اختلفوا العملة الروسية الروبية الروسية ولا الإيوان الصيني، فهم اختلفوا بس في موضوع توحيد العملة في المعاملات الاقتصادية للدول اللي هتشترك معاهم. قالوا لك لا، احنا مختلفين بس على نوع العملة. نوع العملة الصيني مرتفع عن العملة الروسية. فإذا لما مصر كدولة كبيرة تلجأ للصين وتاخد منها حتى معدات حربية، ممكن تكون بصفة قروض مثلا أو ضمانات زي ما بنعمل مثلا، لأن مصر حاليا وضعها الاقتصادي لا يسمح. خدت طائرات، بس مش فاكرة النوع بتاعها عشان ما دخلتش قوي في الموضوع. خدت طائرات تتفوق على الطائرات الأمريكية الإسرائيلية من الصين، والطائرات دي بتحمل صواريخ بعيدة المدى، ومصر استكشفت الحدود بتاعتها وفعلا غزت الجيش هناك بأسلحة كتيرة، وبالأخص ارتكزت على الأسلحة الصينية. فإذا دلوقتي أنا عندي مخاطر برضه. أنت بتهددني بالمعونة، مش هتديني فلوس ولا هتديني الأسلحة. ما المعونة دي بتيجي في صورة أسلحة. مش هتديني أسلحة ولا هتديني المعونة اللي أنت بتديها لي، خلاص أنا هتصرف من حتة تانية عشان أنت خالفت الاتفاقية بتاعتي، وأنت كده المفروض بتكون ملتزم بالمعونة دي. لكن أنت ليك مطالب محالة إن الشعب أو الجيش هيقبل بيها. حاولنا كتير ومنفعش، يبقى لازم نكون كقوة حاكمة مع الجيش
ومع الشعب بتاعنا. والقرارات اللي هياخدها الجيش تعتبر قرارات سيادية، لأنها في صالح الدولة المصرية والدولة الفلسطينية، لأن الحدود المصرية آمنة بسبب وجود فلسطين. الحدود المصرية آمنة بسبب وجود فلسطين وبسبب وجود قوة زي حماس. الفترة الجاية القادمة، مش القادمة بقى، ده احنا بعد عملية الاتفاقية اللي تمت بتسليم ال3 الأسرى دولت لإسرائيل. هم قالوا الساعة 12 الظهر بتوقيت أمريكا، كان عندنا احنا تقريبا الساعة 7 بالليل. تمت العملية ديت زي ما شفنا، وتمت في صورة مذلة ومهينة لأمريكا والإسرائيل. وبعد كده قالوا ان هم خلاص موافقين ان هم يتنازلوا عن السلطة في حامي الديار. ابو مازن اكيد اللي هيركب على السلطة، لان الراجل ده يعني اسرائيل مدياله في التمام، واكل الشعب بتاعه. فاذا هم كده حققوا هدف لايه؟ لاسرائيل. فقطعوا عليهم سكه. النتن قال لهم يا ولاد الكلب، انتوا اتفقتوا عليا، ده بعد ساعه، انتوا اتفقتوا عليا يعني بتقطعوا السكه عليا؟ طب خلاص، انا القنابل اللي بعتها لي ترامب ديت اوديها فين؟ 3.5 طن، هولعها في العيد؟ لا، لازم اعمل بيها حاجه. هيعمل بيها ايه بقى؟ ده اللي احنا مستنيينه، وكمان احنا مستنيين الرد بتاعنا. فهو صراحة كده وبوش مكشوف قال لك لا، انا مش همشي، مش هسحب الناس من المحاور بتاعت السريم ومش عارفة محور صلاح الدين والكلام ده كله. انا قاعد. طيب ترامب هيعمل ايه في الوقت ده وفاتح لنا الجعورة بتاعته قد كده بلطجي، وعمال يقول لك انا هعمل وهسوي وهعمل واسوي؟ قطعنا سكة عليه. هو رمى الكرة في ملعب الأردن، والأردن بصت الكرة لمصر، ومصر حطت الكرة في الملعب وجابت حماس، عشان حماس كانت هي حارس المرمى بتاع الكرة بتاعت ترامب. وقفت وقفة قوية جدا تستحق ان احنا نقول ان حماس بتعمل لصالح فلسطين، لكن ده مش هيضعفهم، لان هم موجودين بالفعل بدليل كل الحصار ده كله. والناس خدوا لبسكم وخدوا الناس بتوعكم وأسروا منكم جنود وخدوا العربيات بتاعتكم والأسلحة بتاعتكم، عشان تكونوا فاهمين كل حاجة. هم مش محتاجين يحكموا الدولة اللي على سطح الأرض، لكن هم ليهم دولة تاني ما تعرفوش أي حاجة عنها تحت الأرض، ليها مداخل وليها مخارج تانية. كل الأسرى اللي هم كانوا مع حماس طلعوا شكروا في حماس وفي المعاملة وفي العلاقات، إلا واحد بس طلع قالك هم مش هينفذوا الخطة الأخيرة. ده ترامب طبعا، علشان هم مكسوفين، لأن الأسرى اللي طلعوا قبل كده كانوا خاسين جدا. ما هو في حصار وفي قلة أكل، أما أنا يكون مثلا في بيتي عيش مثلا بس، والمفروض هقضي بيه أسبوع وإحنا 3 أو 4، فالكمية اللي عندي هاخد أقضي كل واحد على قد الكمية اللي هتخليه يعيش. فهم بيعملوا كده، أكلوا الناس عشان يعيشوا وهم كمان يعيشوا. ده أو الخسسان ده مش بسبب حماس، ده بسببك أنت، بسبب النت وبسبب ترامب. المهم آخرة المتام إن الحرب لن تتوقف، لكن هتتشكل دلوقتي الحرب. لو ترامب ما وقفش النتن فأكيد مصر هتتدخل بعد ما عملت اتفاقية مع حماس ظاهرة جدا، وأكيد في وعود بينهم، واحنا عارفين ان الجيش طالما وعد هيوفي بوعده مع حماس. لكن بنحط السيناريو
بتاع الشرف في المرتبة الأولى. الشرف في المرتبة الأولى. الجيش المصري تعامل بشرف في القضية الفلسطينية بالاتفاقية مع حماس. لكن في حالة ضرب ترامب والنتن لفلسطين، يبقى في الحالة ديت هيكون رد مصير. بصوا من الآخر أنا بقول لكم أنا ليا الواقع. أحداث بتحصل بالكلام، بقول أحداث كويسة واضرب لها تعظيم سلام. لكن احنا اتكلمنا عن السيناريو الشريف، وبالتالي في سيناريو غير شريف. السيناريو الغير شريف ان لو اسرائيل ضربت في فلسطين، مصر ما تتدخلش في الحرب. في الحالة دي مصر تحارب، لانها هي خدت قرارات داخل الدولة دي وعملت اتفاقيات المفروض ان هي لصالح الدولة دي. ما نعملش بقى ساعة ما عملنا لهم المخيمات في الجنوب واسرائيل طلعت طخ 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 قتلتهم واحنا سكتنا ما اتكلمناش، مع ان كنا جزء من الاتفاقية دي. طبعا الكلام ده ما يزعلش حد، ده طلب ورجاء ان احنا نكمل للاخر، نقف ثابتين وما نفشخش تحت اي ضغوط خارجية. لا، ترامب لا عهد له، النتن لا عهد له. الصورة الظاهرية لمصر صورة قوية جدا، خاصة بعد تأجيل سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقابلة ترامب، وده قرار كويس جدا وقرار قوي جدا، ويا ريته يبقى فاضل على الثبات دوت، لأن احنا كل اللي يهمنا مصلحة الحدود بتاعتنا في المرتبة الأولى، والاقتصاد عندنا. يعني ممكن نتعامل مع دول تانية رافضة الوضع، خاصة إن في دول أوروبية برضو رافضة الوضع اللي أمريكا بتتحدث بيه عن كدولة استعمارية عايزة تاخد جرينلاند، وعايزة تاخد قناة بالما، وعايزة تاخد فلسطين. دي من الوقاحة. طلع قالك فلسطين، يمكن قالك جرينلاند أنا هشتريها بفلوس، لكن قالك أنا مش مضطر أشتري فلسطين، مع إن فلسطين دي يعني ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لهم يعني إن شاء الله، ويتحرروا وتصبح الثروات بتاعتنا دي خاصة بيهم، لأن ثروات فلسطين قوية جدا وتقدر تخليها دولة كبيرة ودولة قوية وليها اقتصاد مهم داخل المنطقة. كلنا ندعي لفلسطين وندعي لمصر والدول العربية على الثبات، لأن في اجتماعات للقمة العربية تقريبا يوم 18 ويوم 27 الشهر ده، فهنشوف القرارات ايه اللي هياخدوها، وهنشوف ايه اللي هيحصل في خلال الفترة القادمة بعد التزام حماس بالاتفاق المنصوص عليها برعاية مصر والسعودية وقطر. سامعين صوت تركيا خالص. ليه؟ تركيا حققت مصلحة ليها داخل سوريا، وعشان كده في تشككات من النظام الجديد داخل سوريا، لكن ده ممكن نتكلم عليه في فيديو تاني ان شاء الله. بس تابعونا على القناة وما تنسوش اللايك علشان الفيديوهات الجديدة توصل لكم اول باول. معكم صفاء خطاب، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.